السلام عليكم ورحمة الله. وتعليقنا الأفكار الأعزاء، نحن الليلة حنقدم لكم حلقة الرابعة من مسلسل قدر السوداني اللي بتدور أحداثه في المنطقة في الولاية الشمالية في السودان. وده كله كان بسبب أحداث دارت قرية الجوادر المشؤومة. ودي كانت بتدور في ولاية في الشمالية، والأحداث دي بتدور هناك، والبطل أحمد الجقر بيجسد البطل وخطيبته اللي هي زوجته المستقبلية زوبة تمثل أحد أبطال الفيلم، والممثلة مفاز بشرى اللي بتلعب دور رئيسي في الفيلم، ومجموعة من الممثلين السودانيين الصاعدين. وأتمنى لكم مشاهدة طيبة تنال إعجابكم في سهرة رمضانية ممتعة. وده كانت مقدمة قصيرة عن الفيلم، وحنترك لكم رابط وصف الفيلم في صندوق الوصف. ممكن برضو تتابعوا الفيلم على القناة الرسمية لأحمد الجقر في اليوتيوب، وده كله من خلال الصفحة الرسمية للنجم المتألق دوما أحمد الجقر. وكده بكون نحن وصلنا لمقدمتنا لفيلم الجوادر اللي بيقوموا به ممثلين سودانيين في رمضان ده، مع أجواء الحرب وغياب الدراما والسينما والحركة الفنية عموما في السودان. المسلسل ده قدر ياخد الناس لمستوى تاني من الدراما السودانية، وده كان كله بسبب مجهود يعني قاموا به مجموعة من الناس اللي لهم همة على الوطن. وده إن شاء الله ينال إعجابكم ورضاكم. ونحن الليلة حنقدم لكم الحلقة دي بإذن الله. وشكرا جزيلا أخوكم مرتضى صديق. متابعة طيبة.